معاكم ابتكارات ميرا، والنهاردة معانا شوية أفكار جميلة جدا نستاهل منكم فيها اشتراكاتكم ولايكاتكم. يلا، أول فكرة معانا علبة تونة، وخدت من حتة خيش كده قديمة عندي شريط على قد الداير بتاعة العلبة التونة. وبعد كده عندي شوية برضو عصيان شيش طاووق، بس جيبوا السميكة ما تجيبوش الرفيع. هناخد على قد بالظبط الطول بتاع علبة التونة بأزيد 2-3 مللي، يعني تغطيها بالظبط من الجوانب. قطعت شوية كده حلوين. وبعد كده طبعا لازم مكان التقطيع يكون عندنا حتة صنفرة كده، ونصنفر أي رايش أو أي زيادة من على حواف. يعني ظبطتها كده زي القطر كده ورا بعض وسويتها حتى تبقى متساوية، بس من على حرف أو من حافة واحدة. وهقول لكم الحافة التانية اللي طالعة نازلة دي نعمل فيها ايه. حطيت شمع ولزقت حتة الخيش بتاعتي، وبعد كده ابتدي ألزق حوالين الداير بتاع علبة التونة. الشغل اللي عملناه ده هو كده بقى مرن معانا. وطبعا صنفرنا علبة التونة بالصنفرة علشان تكلبش فيها جامد. ايه وظيفة الصنفرة؟ ان تعمل خدوش صغيرة في حتة الخيش تكلبش في على السطح بتاع الحديد. فدي وظيفتها يعني. قطعة الخيش كل ما هنالك هي واسطة انها تمسك ما بين الخشب وعلبة الحديد. وزي ما انتوا شايفين هنا في النهاية بفنش تفنيش حلو كده قص الزيادة، ونحط شوية كده شمع بتوعنا، ولو في عودين ناقصين نكملهم. نيجي بقى بعد ما لزقناها عند الحافة اللي احنا قلنا الجهة اللي هنشوف لها صنفة دي في الآخر، هي طالعة نازلة كده، فطبعا هنصنفرها. ولازم يا جماعة الصنفرة تبقى عندنا مهمة جدا، صنفرة الحواف بتاعة الكرتون والخشب وكل حاجة. وبعد كده هنبتدي نعمل رجلين. احنا قلنا طولها حوالي 8 سنتي، وهناخد 5 سنتي بس علمنا ننزلها تحت على أساس تبقى رجلين. هنعمل 4 بس. أحدد الأول كل رجل كده مقاسها، نسنطرها كده بالويم. وطبعا الأطوال تبقى واحدة، عشان كده حددت علامة بالقلم ولزقت. طبعا هدعم يعني الرجل كده ورفيعة هحط لها واحدة تانية كده تمام، وهحط لها كمان واحدة في النص على أساس تبقى ماسكة نفسها كويس جدا جدا. يا ريت بقى تشتغلوا بالسوبر جلو، بيكون احسن واحسن، بس ما كانش متوفر عندي خلص. بس برضو على فكرة الشمع مش وحش، وفعلا لزقوا حلو بالتكنيك بتاعي ده. ونشيل اي زيادة ما ننساش. وهنا عبيت زي ما انتوا شايفين فيها الفل. الطبقة الأخيرة دي أنا كنت دهناها ورنيش مخلط بألوان مركزات أخضر عادي خالص، عشان تدينا زي أرضية الزرع أو النجيلة. وحطيت فيها شوية زرع. النوعية بتاعت الزرع دي اسمها رجلة، موجودة في حارة المزين. الرابطة كانت بحوالي 35، دلوقتي على ما أعتقد بقت 55-50، بس بتبقى كبيرة يعني بتعملي منها شغل كتير. وحطينا شوية زلط، حطيتها هنا كده عند الركن بتاع الشاشة. على فكرة الترابيزة دي أنا عاملاها، بس هي كانت عفش قديم وحولته. هنعمل مع بعض الفيديو ده إن شاء الله. كل الديكورات اللي انتوا شايفينها دي عمايل ايديا على القناة. اي حد عايز اي حاجة هتدخلوا وتدوروا، موجود كله على القناة، حتى الزرعة الجميلة اللي في الارض الكبيرة دي. ايه رأيكم؟ يلا بقى لايك حلو كده، ويلا نبتدي على الفكرة التانية. الفكرة التانية دي جميلة ولذيذة وكيوت قوي على فكرة. يلا هحرق لكم المفاجأة، وهقول لكم انها منظم مكياج. بس بقى عايزين ايه؟ عايزين لايكات عالية قوي، متزعلونيش منكم. عندنا هنا زي ما انتوا شايفين، عارفين البكر بتاع السوليتيب العريض؟ كان عندي 2 وما رميتهمش لانهم يعني ايه، قوية الصراحة. الكرتون بتاعها حلو قوي، والفكرة دي هتعجبكم. المقاسات على الشاشة زي ما انتوا شفتم ل3 قطع. الحافة بتاعت كل مستطيل فيهم انا دورتها بأي حاجة مدورة عندكم، او حتى برجل. وبعد كده اجي لكل واحدة فيهم اقسمها، يعني شوفوا الطول بتاع العرض بتاعها واقسميها. وجبت هنا رولين مقاسات، واحد كبير شوية والتاني يعني لأجل الحظ كان أقل منه شوية في المقاس، فنفع قوي ان ده يدخل جوه ده، وبالتالي اداله متانة قوية جدا. انا بحتفظ بالرولات دي كلها يا جماعة على فكرة، مش برمي ولا واحد، اربطهم كده باستك واحطهم فوق دولاب اي حاجة. طبعا مسطرة الدوائر حبيبتي دي اللي انا بقول لكم يعني الاول، يعني اسألوا عليها اي مكتبة تلاقوها فيها هاتوها. اخترت كده داير يكون قطره نفس القطر بتاع الرول بتاعنا.
وطبعا عشان احدد الحتة دي وافرغها وهوريكم عشان الرول يدخل فيها كده على طول، وعايزينه بالظبط عشان يدخل ايه، يدخل بالظبط مبقاش مهوي ويحكم الرف اللي احنا هنحطه وندخله جوه الرول. جبت كمان طبقة نصبيان ولزقتها بغرق الأخشاب، كل واحدة من دول هلزقها زي ما انتوا شفتوا على أساس تبقى طبقتين. أنا استخدمت تكنيك البساطة شوية وما استخدمتش، على فكرة كان ممكن استخدم خشب في النص بدل الرول ده، بس قلت اعمل لكم ماتيريال بسيط زي ما انتوا شفتوا كده، عشان يعني ايه، في ناس بتحب برضو البساطة وما بتحبش تكلف قوي في الشغل بتاعها، برضو هنشتغل بكل حاجة يعني. ده طبعا الكرتون بتاع الرول السوليتيب اللي عملناه في الاول وقسمناه من النص، وانا شقيته عشان يعني يبقى سهل شويه وسلس في التفريغ، ان انا اقدر يعني اقسمه من النص. وزي ما انتوا شايفين انا بلزقها في الجزء ده بالشمع، ويا ريت ما تفصلوش الطاره، لو قدرتوا تفصلوها بالمنشار في النص بالظبط كان هيبقى حلو جدا يعني، بس انا استسهلت شوية وبقول لكم الافضل تقسموها من النص على طول. وكده بقت تثبيتة لكل رف، وكمان هننشر الجزء ده نسيب حوالي 10 سنتي. تمام. وبعد كده على قد الداير برضو بنفس مسطرة الدواير عملت دورية وابتديت احشرها بالراحة لجوه، وابتدي ارمي من جوه كده عشوائي شمع على اساس يعمل طبقة. وهقول لكم هنستخدمها في ايه، حتة البتاعة الصغيرة اللي عملناها دورية دي هتعجبكم قوي على فكرة المنظم ده لانه سهل. ما استخدمتش دهان، قلت برضه استخدم البساطة في الشغل بتاع النهاردة، فكان عندي ستيكر اللي هو الماربل اللي هو الحراري اللي احنا بنحطه دلوقتي على المطابخ والكلام ده، قلت اكسي بيه، تكنيك بسيط جدا، تاخدوا المقاس بالظبط وتقصوه وتغلفوا بيه. وهنا الجزء ده بتاع الستيكر خدت الطول العرض بتاع القاعدة وسبت شوية بزيادة كمان، وخدت الداير على قد مقاس مسطرة الدوائر اللي استخدمتها، وفرغتها في النص بالظبط على اساس تدخل، بصوا دخلت بالملي والفينش جميل، والستيكر يعني ايه اكنه بتاعه كده، اكني دهناه بالظبط. اقص الزيادة، بصوا جميل الفينش، اهم حاجة الفينش بتاع وانتي كده بتعملي الستيكر على السطح طلع تمام معاكي، هنيئا لك بعمل يديكي يعني زي ما بيقولوا، هتبقي فرحانة بيه جدا، تأني كده وبالراحة الشغل هيطلع تمام. وبعد كده كان عندي هنا اللي هو الذهبي ده، صراحة كنت جايباه من مدة طويلة وبينفع في التاتشات الصغيرة دي، انتوا عارفون الأبيض دلوقتي في الذهبي طالع موضة جدا. ابتديت ألزق على الحواف وعملت شرايط لأن هو مساعدني في أساسا شرايط كده، وكمان عملت بيه الخرامة بتاعت الورق شوية كده نقط، انا عايزاهم نقط ذهبي، اللي مش حابب الحركة دي براحته. اهم حاجة يا جماعة يعني اتخذوا المقاسات بالظبط بتاعة الأرفف الصغنونة دي، لانها لو زادت عن كده ممكن يقلب منكم لقدام او ما يستحملش اي حاجة تتحط عليه. وابتديت اوزع النقط الذهبي اللي انا عملتها في الاماكن اللي انتوا شايفينها، ممكن تشيلوا نقط الذهبي دي عادي جدا جدا يعني. بصوا رقيقة، هي مش مكلفة، حبيت اعمل لكم حاجة بسيطة وسريعة، وعلى فكرة يعني تستحمل وقوية ما بتقلبش، حطها في زاوية او يعني ظهرها يكون حائط بالذات، حاجة ثابتة. وممكن كمان نحط لها جبس، يعني نملى رول الكرتون جبس هتثبت بزيادة، والقاعدة كمان جبس. بس حبيت برضو اللي عايز يزود هو يزود التاتشات دي، حبيت اعمل لكم حاجة سريعة للناس اللي ساعات كده بتبقى عايزة حاجة سريعة وبسيطة، ما هي ما خدتش وقت فعلا. وكده ده منظرها، وهي مليانة بقى، انا حطيت فيها شوية مكياجات من الرفيعة اللي بتتنطور مني كل شوية. منظم جميل وسهل ولذيذ وكيوت كمان. يلا لايك حلو كده، ويلا لو كانت الفكرة بتاعت النهاردة عجبتكم الأولى والتانية، ويلا على الفكرة التالتة. عندنا هنا رول مناديل بس اللي هو العريض ده، قسمته كده زي ما انتوا شايفين كل واحدة لاتنين، والفكرة دي معادة ما خدتش حقها، وحبيت يعني ايه يعني اعيدها لكم تاني نعمل ذكريات حلوة كده مع بعض. قصيتها هنا كده كل واحدة بزاوية 45، هما بعد ما قسمت الاتنين رول بقوا 4 يعني، نعمل كل زاوية نخلي بالنا قدام التانية. ودي مقاس كرتونة 21 في 21،
ونصنفرها. الصنفرة دي بصوا انا مش بقدر استغنى عنها في كل حاجة، كرتون، بلاستيك، يعني دهان، اي حاجة مهمة جدا 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 في الفينش بتاعنا. وابتديت ألزق زي ما انتوا شايفين كده الرولات بتاعتي اللي فيها بومبي دي اساسا ومساعداني على الكرتون بتاعي. دي حتة تانية، دي الظهر ومقاس 21 من غير ما نفرغها من جوه يعني. هبتدي احط على قدها هنا ستيكر، واهتميت بالحافة اللي هي اللي تحت دي، ده برواز، والحافة اللي تحت دي مكان دخول الصورة. وبعد كده هبتدي اعمل هنا بغيرة مخفف، يعني مثلا 3 معالق غيرة على مثلا كوباية مية او كوباية الا ربع مية او نص كوباية مية على حسب ما تحسوا، يعني المية بتاعتها مش سايلة قوي يعني. عملت اول طبقة بمناديل مطبخ عشان تبقى ناشفة شوية، وتاني طبقة فيها تكسير عالي عن الطبقة الاولانية. نعملها حتت صغيرة كده زي ما نكشكشها بايدينا الاول، ونحط حتة حتة نقطع المناديل ونسيبها تنشف خالص. نقص طبعا الحواف، وابتدي ألزق من 3 جهات فقط لا غير زي ما انتوا شايفين. نسيب الجهة اللي تحت. في ناس انا كنت الحمد لله نشكر الله، الفيديو ده قديم معاد زي ما بقول لكم، بس يعني الناس الجديدة اللي في القناة حاسة ان ده ممكن تستفيدوا بيه جدا. وده يعني انا كنت من اوائل الحمد لله اللي يعملوا برول مناديل برواز، نشكر الله يعني. وبعد كده في ناس كتير قررتها، ويعني عجبت ناس كتير الحمد لله. الحواف زي ما انتوا شايفين بقيت اهتم بيها، اعمل برضو مناديل او تيب عادي خالص. جبت قطعة مناديل زي ما هي وحطيتها على الظهر عشان برضو ينشف ويبقى عازل معايا. البرواز ده من الحاجات اللي عايشة لغاية دلوقتي معايا، جميل جميل جميل. طبعا الحتة اللي تحت زي ما انتوا شايفين انا فتحاها، دي مقاس 24 في العرض تقريبا من 5 ل6. وبعد كده ابتديت اعمل زي ما انتوا شايفين بثبتها عشان برضو تبقى المكان اللي يعني هيساعد ان البرواز بتاعنا يقف. واجي من تحت اتنيه بالشكل ده. وخدوا بالكم من حتة الكرتون الصغيرة دي جاية من علب العلب اللي هي الأغذية العادية زي الكاكاو واللبن والحاجات دي. وبرضه هغلفها بالمناديل بتاعت المطبخ. مناديل المطبخ بحبها عشان تبقى قوية شوية عن مناديل السحب العادية. حطيت من جوه كده ورق عادي عشان ابتدي بقى ادهن. دهنت البلاستيك المط العادي خالص، ارخص نوع بلاستيك بدهنه، وبعد كده ادي عليه ورنيش في النهاية. او ممكن تستغني عن الموضوع ده وتستخدمي الوان اكريليك عادي. دي ورق لوح عادية وصورة صغنونة كده كنت مصوراها، لزقت بيه الورنيش بتاع الحوائط. وطبعا فرغنا الهواء بكيس. عملنا الحاجات دي كتير مع بعض. الديكوباج ده اشتغلنا فيه كتير. وبعد كده كونت، طبعا انا بشوف الالوان، تدريج الالوان ايه اللي في الصورة، وعملت الموف والاصفر والبينكي المشتقين من الوان الصورة، وابتديت بسفنجة وطبعا لوست الجوانتي الجميل بتاعي، وابتديت اعمل ماتشنج كده من على حروف الصورة زي الوان الطيف. في الاخر خالص اديتها طبعا ورنيش الحوائط الجي اللي انا بحبه، مش بخففه بالمية يا جماعة زي ما هو عشان تبقى عازلة وضد المية. وادي البرواز بتاعنا، وابتدي نقط من الذهبي كده اعملها. دخلت الصورة بتاعتنا. طبعا ممكن تحطوا اي صور شخصية اللي هي الكروت دي، تبقى لذيذة قوي، او اي صورة تانية تغيري كل شوية الصورة براحتك، على اساس يعني يبقى فيه تغيير للشكل كل شوية. وبعد كده بايدي كده صباعي وبجيب شوية ذهبي واعمل على البروز والتكسيرات اللي طالعة من مناديل بالشكل ده، قوية. والمناديل مع الغيرة يعني بتعمل شغل جامد وبتحافظ فعلا على السطح بشكل رهيب كده. الفينيش النهائي بتاع البرواز ده من الحاجات اللي جميلة يعني اللي عملتها. ابدعوا انتوا بقى، اعملوا الوان تانية براحتكم. ممكن تعملوه كبير شوية، برول طويل شوية، يبقى برواز على الحائط لذيذ قوي. ودي الفتحة اللي بندخل منها الصور. اتمنى يكون الافكار بتاعت النهاردة كلها عجبتكم. كمان الشمعدانات دي هتلاقوها على القناة، والزرعة الجميلة دي
الحاجات اللي عاملة زي الترك شوية اللي كنا بنعملها فترة كده من الزمن وما زالت بجد مستمرة كمان. بشكركم جدا 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 من كل قلبي، دعمكم بلايك، مشاهدة كاملة، والشير بيفيدني زي ما أنا بحاول أفيدكم وأسعدكم. بشكركم جدا، كنتم مع ابتكارات ميرا، استنوني في حاجات حلوة تانية كتير. سلام.